داكشي باش سولتكم شنو هو النجاح بالنسبة ليك. خاصك تعرف أن التحكم الحقيقي هو أنك تتحكم بالمعنى. ركز معايا، إلا تحكموا ليك في التفسير ديالك للأحداث معناتها تلقائيا خاصك تربطها بديك المعتقدات اللي دخلوا لك لراسك ديال السحر وعلى الجنون. وزيد على إلا تحكم لك المجتمع في كيفاش كتشوف النجاح وكيفاش كتعرف الفشل والتعريف ديالك الأمان وكيفاش كتشوفه وكيفاش كتعرف الحب وكيفاش كتعرف القيمة. هادشي كامل إلا تحكموا لك فيه صافي تم التحكم بحياتك بشكل كامل بلا ما يفرضوا عليك شي حاجة بشكل مباشر. واخطر حاجة هي اللي غادي نقول لكم دابا. الا سولتك دابا وقلت لك شنو هو النجاح بالنسبة لك، السلام عليكم، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. النجاح ماشي هو انك تسعى وتقلب على الكماليات اللي برمجها ودخلها ورسخها لنا المجتمع. ان الفلوس والكماليات هما النجاح تقال لك بطريقة مباشرة وغير مباشرة. النجاح هو الشهرة والدار الكبيرة والصالير الكبير والعطلة في الصيف. هادشي كله متعلق بالمادة، كل ما هو مادي ومتعلق حتى بالفلوس والمكانة الاجتماعية. هاد الرموز هي اللي ولات كتساوي عندك النجاح. غادي تخليك تيه في هاد المهد، في هاد الأرض، وغادي تزيد تغرق في هاد الماتريكس اللي يسجنك فيه عقلك، وغادي تبقى ديما متحكم فيك من خلال اللاوعي ديالك. كيديروا لك واحد الايحاءات وبرمجيات اللي كتخلي اللاوعي ديالك يوصلوا ليه ويوروك من خلاله شي حوايج ما كاينينش باش يثبت لك عقلك الباطني ديك الفكره اللي دازت لك اللاوعي ديالك. حيت عقلك الطريقه اللي تخلق بها والسيستم اللي فيه تخلق بواحد القدرات خارقه، كيما قادر يوصلك للحقيقه كيما قادر يودرك في هذه الحياه. هاد القدرات العقليه الا ما عرفتي تستخدمها للصالح ديالك غادي يستخدموها لضدك، وهي اللي كيستخدموها الشياطين وجن وانس، وكيولي عقلك الباطني كيخدم لضدك. مثلا الناس اللي كيكونوا في الزنقه، دوك الناس اللي كيتسطاو كيكون كيشوف شي حوايج ما كنشوفوهاش بسبب عقلو، كيبين ليه شي حوايج هما ما كاينينش بسبب ديك البرمجه اللي جايبها من الصغر، وبالخصوص الا سحر ليه شي واحد. حيت اغلبيه الناس كيخافوا من الجنون والشياطين، بالخصوص ملي كتكون واحد الحاجه عندك واحد البرمجه خلفيه عليها. اي حاجه كنخافوا منها كنركزوا عليها تلقائيا كتعطيها طاقه اكبر، واي حاجه كتركز عليها كتحقق. واخطر الكتب اللي تكونوا حارسينهم الشياطين والجن تكونوا فيهم اسرار العقل. حيت الا عرفتي اسرار العقل غتوصل لواحد القدرات حتى واحد ما يبقى يسيطر عليك. حيت الالعاب ديال العقل ساهلين في نفس الوقت كيبغي الصبر بسبب التفريغات وبزاف د الحوايج. المهم الا ما كنتيش واعي وعندك واحد المناعه فكريه وواعي بذاتك وكيفاش كتخدم ذاتك، غادي تضيع حياتك الا ما عقلتيش بهادشي كامل. غتمشي ديما في المشاكل والصدمات، افكار سلبيه، ما حدك غارق في هاد الدوامه، في هاد المشاكل وفي هاد الافكار. انت باقي متحكم فيك، باقي عايش في الماتريكس وغارق في هاد الماتريكس. خاصك ضروري تعرف تلعب هاد اللعبه باش ما تحرمش من بزاف د الحوايج تكون باغيهم في هاد اللعبه، وفي نفس الوقت غادي مستمتع في هاد الحياه. داكشي علاش ما تخليش شي شيطان ولا شي جن ولا شي انس يضيع لك هاد القصه اللي فيها الفرصه ديالك. قال تعالى: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق. سمع الشيطان دابا شنو غادي يزيد يقول: وعدتكم فأخلفتكم. خاصك تعرف أن الطبع ديال الشياطين هو الخداع. ما تسناش منه الصدق، ما تسناش أنه يوريك الطريق الصحيحة. هو تعطيتو هاد الحياة غير يدمر فيها، حيت هذا دمهم كيجري فيه الخداع. ديما خاصك تفهم أن الطبع كيغلب التطبع. هو البيئة ديالو كبر فيها هكاك، هو هكاك تخلق، وانت المسؤول على هادشي. انت عطاك الله جانب من الخير ديالك وجانب من الشر، وانت اللي كتختار واش تمشي في طريق الخير ولا طريق الشر. انت ملي كتكون كتعامل مع شي جن شيطاني ولا شي شيطان ولا شي واحد من الانس، انت ملي كتكون كتعامل واحد الحاجه غيبيه محركه بالسحر ولا بواحد الطقوس اللي ضروري خصك تحضر بهم، تلقائيا هنا دخلتي في الشرك. ملي انت كتعامل مع واحد الحاجه نتايا داك الشيطان شاف الله وما طاعوش، انت بالنسبه لي خاصك تأدب وتبقى في المستويات السفلى، ما خاصكش تطلع الجانب النوراني، ما تطلعش في المستويات. نكمل الآية: ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا إن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. هاد الآية واضحة، ما كاينش اللي آليك. انت ملي كنقول لك انا شي فكره وكتخلع وكتضيقني وكتصدقني، انت كتخلع. تلقائيا ديك الفكره اللي قلت لك عطيتيها واحد السلطه عليك، تلقائيا غتخدم لضدك. حيت عقلك فيه واحد القدرات يقدر اي حاجه يخلقها لك، وبالخصوص ملي كيجمع لك داك التركيز على واحد الفكره دغيا كتحقق. ومن اسرار الغنى، من اسرار الغنى فيها الا بغيت تنجح ولا بغيت توصل شي حاجه في هذه الحياه، اهم حاجه هي تكون خديتي واحد الهدف وكتركز عليه بوحدو، وما تخليش التركيز ديالك يتشتت باش دغيا كتوصل له. وهذا من اسرار تاع الغنى. من بعد ندير لكم فيديوهات على الاسرار ديال الغنى.
معناتها من هاد الآية ما كاينش اللي آذيك، ولكن الشرط الوحيد هو أنك توعى بنفسك وتعرف ذاتك كيفاش كتخدم. عرفتوا داك الكتاب اللي تيكون مع ماكينة الصابون ولا البلازما باش كيوريك كيفاش كتخدم ديك ماكينة الصابون ولا ديك البلازما؟ هذاك هو الكتاب ديالك، هو هذا اللي كنقول لكم انا دابا. وعلاش بالضبط الجنون عندهم هاد الاسرار ديال العقل ما بغاوش يقولوه لكم؟ حيت هو كيقدر يلعب على النفسيه وعلى العقل، حيت هادشي الا تعرف ما يقضي والو داكشي، والسحر تا هو ما غيقضيش. بزاف د الحوايج غيوقعوا لك زوينين في هاد الحياه، تولي غادي في هاد الحياه بواحد الطريقه اللي زوينه ومستمتع فيها. داكشي باش خاصك تقرا داك الكتاب ديالك وتعرف راسك كيفاش كتخدم، باش ما تحرقش راسك، باش داك البوطون اللي عندك تاع تدمير ذاتي كليكيتي عليه انت بيديك، وما قالوا كليكي عليه وكليكيتي عليه بسبب برمجه جيتي منها. ملي غتقرا الكتاب غتحيد داك البوطون مابقاش خدام، تمشي في حياتك مرتاح. اول حاجه منو على اي واحد يهضر مع شيطان ولا جيني. تاني حاجه اللي عنده علاقه مع هاد الجوج وكيعرف يهضر معاهم وكيتواصل معاهم، هذا ما كيامنش بالله، وما ولا تيهضر معاهم حتى تيدير واحد الطقوس. قال تعالى سورة الأعراف الآية 27: إن جعلنا الشياطين أولياء الذين لا يؤمنون. معناتها ملي تمشي عند شي واحد تشوف شي حاجة غيبية، عرف انت في ديك اللحظة مع ناس قاطعين ايديهم من ايد الله. الجنون ما عندهم ما يديروا في الجسد ديالك، غيخلوا القصور هما ويجي يسكنوا عندك نتايا. كيجي كيزرع عليك فكرة بسبب واحد المعتقدات جيتي منها اصلا قبل، كتزيد هو كيغديها لك، كتزيد تآمن بها، صافي كيركز على عقلك كتحقق، كيخليك انت مضاربها مع راسك. هو الشيطان ما عرف فين كيدور، مشى كيوسوس مع شكون عاوتاني خدام فيه، وانت باقي مضاربها مع راسك، ما عرفش بالله عقلك لعبوا لك في عقلك، وعقلك خليتي خدام ضدك، غير ما عايقش بالالعاب ديال العقل. وراه كيسالي من بنادم تيمشي كيدير رجل فوق رجل، كيشد شي بلاصه زوينه في الطبيعه كيستمتع مع راسو، انت تيخليك مضاربه مع راسك. تا يشوفك مره كيجي ضرب دويره على الخدمه ديالو واش خدامه. كاين واحد القصه كنت قريتها في واحد الكتاب من اعظم الكتب، كيجيو كيتجمعوا في واحد البير في الصحراء، كيتجمعوا فوق واحد البير في الصحراء وكيسولوا بعضياتهم دوك الشياطين شكون اللي دار احسن خدمه. تيسولوا بعضياتهم شنو درتي نتايا، تقول انا شنو درت نضرب شي دويره نشوف واش باقي داكشي غادي خدام. ما نقدرش نهضر لكم في التفاصيل ديال هادشي حيت هادشي خطر. المهم نكملوا. والا مرضتي بشي حاجه بسبب السحر، تلقائيا انت ملي غتمشي بغا يداوى غتمشي عند السحار تلقائيا، حيت ديك المنطقه فيها دايرين بها غير السحاره. ما يمكنش نداوي واحد الحاجه بالجهل، ما عندكش معرفه كافيه لهذا الشيء. الفقهاء ما عندهم ما يديروا لك، اكثر لكم الفقهاء ما عندهم ما يديروا لكم. كان فقهاء الناس يتبعوا معايا فقهاء، وفكره ما عرفاش من كتجي حتى تيولي بخير. راه كاين شي حوايج الاخوان والله ما عقتي الا ضعتي. المهم هاد السحارة كيكونوا عارفين شنو كاين، ما كاينش اللي يعتقك منهم، كيبقاو يلعبوا بكم تمايا، كيمرضوكم وكياكلوا لكم فلوسكم، وانت السبب اللي سمحتي لهم يتحكموا بك في فكره. وحيت انت اللي كتسمح لاي واحد يتحكم فيك واي فكره كتحكم فيك، معناتها ما غادي ينفعك لا فقيه لا راقي لا حتى واحد. غينفعك راسك بانك توعي راسك. راسك هو الوحيد اللي غادي ينفعك، الايمان بالله وتموت وسط الطريق ديال الله. حيت هذاك الايمان ديالك بالله ودير اللي عليك واخا الالم وداكشي كامل هو اللي غيخليه يهرس داك الوهم ديال ديك الفكره اللي جات من عقلك اللي تزرعت لك في عقلك. الله خلقك حر وما قالكش عبدني بالزز وما تحكملكش في حياتك، وعطاك قوانين سير عليهم باش تقدر تنتج واحد الحياه اللي بغيتي نتايا اللي كترضيك، ودير اليقين ديالك في الله والنتيجه راه ديال الله. بهاد الطريقه غتوصل للاستحقاقات ديالك بسهوله. داكشي باش سولتكم شنو هو النجاح بالنسبه لك. خاصك تعرف ان التحكم الحقيقي هو انك تتحكم بالمعنى. ركز معايا، الا تحكموا ليك في التفسير ديالك للاحداث، معناتها تلقائيا خاصك تربطها بديك المعتقدات اللي دخلوا لك لراسك ديال السحر وعلى الجنون. وزيد على الى تحكم لك المجتمع في كيفاش كتشوف النجاح وكيفاش كتعرف الفشل، والتعريف ديالك للامان وكيفاش كتشوفه، وكيفاش كتعرف الحب وكيفاش كتعرف القيمه. هادشي كامل الا تحكموا لك فيه صافي تم التحكم بحياتك بشكل كامل بلا ما يفرضوا عليك شي حاجه بشكل مباشر. واخطر حاجه هي اللي غادي نقول لكم دابا، كتولي كتدافع على واحد التفسير استنتجتيه من المعارف ديالهم وكيفاش خلاوك تشوف الصوره الكامله من خلال هما شنو باغيين يوصلوا لك. كيولي هما كيتحكموا لك كيفاش خاصك تعرف الاحداث. معناتها داكشي اللي كتشوف كيبان لك حقيقه، وراه الصراحه الله كيبان لك حقيقه حيت انت كتامن به، حيت عندك واحد الفكره كيحققها لك عقلك وتشوفها حقيقه. ولكن من جهتي انا اللي عارف الحقيقه الكبرى ما يمكنش تبان لك. علاش؟ حيت انت جاي مآمن بواحد المعتقدات، ما عارفش الله الحقيقي، انت جاي غا سامع بالله. كتولي كتشوف ديك الحقيقه اللي من جهتك انت كتبان لك 6 ولكن انا كتبان لي 9. كتولي كتشوف ديك الحقيقه اللي من جهتك انت اللي هي 6 وكتدافع عليها، كتقول هادي لا راه 6، كنقولك ديرها 9، كتقول لا انت راه 6 ما عارفش. حيت انت مازال ما تخطيتيش واحد النيفو في العقل، هو المستوى الثاني في العقل.
كتولي كتبان لك هذيك الستة حقيقة مطلقة، حيت صافي تم التحكم فيك. صافي ما كتباقيش تشك، وما كتبقاش عندك ديك اللقطة ديال ياك ما انا غلط، ياك ما انا كنتوهم، ياك ما كاينه شي حاجه دارت ليا، ياك ما شي خدعه كاينه هنا. يقدر نكون انا غلط ويقدر يكونوا تلاعبوا بيا. خاصك تدرك انك انت في وسط قصه مستمره، وهاد القصه دي كتسحب لك انت واقع، ولكن هي غير وهم. الواقع ديالك اللي هو الواقع ديالك كيتنشئ من خلال العقل ديالك بالافكار ديالك. الواقع حاول تدركوها. الواقع كيتخلق من خلال الافكار ديالنا والاحاسيس ديالنا اللي جايه من المعتقدات. معناتها هادشي كامل اللي عايشو انت اللي بغيتي تعيش في هذا العالم اللي كتشوفه من خلال عينيك. معناتها دوك الجنون ودوك الشياطين اللي كاينين في العالم ديالك هما جاو باش ياكدوا لك على المعتقدات اللي تبنيتي من الصغر ديالك. وهذه من احسن واجمل الاسرار ديال العقل، انك انت كتشوف غير الافكار ديالك اللي شتي اي حاجه كتشوفها في عينيك كلها افكارك. الواقع اللي كتعيشو كامل كله افكارك ومعتقداتك. معني داكشي باش قلت لك كتبان لك انت ستة، حيت انت راه في عقلك راه حقيقه داكشي كتشوف، وراه عقلك كيثبت لك الافكار ديالك. والناس اللي في المستوى الثاني هما اللي كيقدروا يخرجوا من هذا السجن العقلي، والجدران ديال هذا السجن هما الافكار ديالك. ها انت اصلا كاين في الوهم ديال عقلك من خلال الافكار اللي تبنى هذا الوهم بهم. وهذاك الوهم ضروري ما غيكونوا فيه واحد الدلائل غيتنتجوا لك من خلال افكارك. وباش تبقى عايش في هذا الواقع الصعيب ديالك، وغتبان لك الحياة صعيبة وما عندكش الزهر، كلشي معكس عندك، واللي بغيتيها ما كتيسرش ليك. علاش؟ عندك معتقدات في هادشي، ودوك المعتقدات اللي بغيتي تمرد عليها عندها واحد الطاقة كبيرة من موراها، جمعتيها سنوات وانت كتشحن فيها. تلقائيا من غتبغي دير تفريغات يقولك هاد المعتقد وهاد الطاقة فين غنديروها. بغيتي تكون ايجابي، هي وهاد التفريغات شنو نديرو؟ هاد التطهير كي غنديرو ليه؟ خصو يخلق لك واقع باش يرجعك لعندو. تلقائيا انت عندك ايمان ولا شي شويه اليقين بالله، راه غتخرج وغتامن وغدير تفريغات. ما كنتيش غيطلعوا لك شي حوايج خارقه، شي حوايج خارقه غيطلعوهم لك باش ترجع للور. الله راه عطاك ضمانات قبل ما تبدا هاد الطريق، شي حوايج زوينين تحولوا لك في حياتك. يا اما غتشد فيهم وتزيد لقدام، يا اما غتبقى تما وغتبقى تبكي وتشكي، والواقع والناس وكلشي ما مقادش، والجنون والشياطين، وانا ما عندي ما ندير، والحياة هكا، والواقع تفرض عليا. غتبقى بحال هكا البكا والشكا، دور الضحية بامتياز، وغتبقى ديما ضحية، وغادي تبقى في هاد العذاب الادنى. الحياة ضروري ما غتخرج منها. اللهم خرج منها دابا ما حدك لقيتي هاد القناة محطوط فيها كلشي فابور وبلوغتك. واخطر حاجة في هادشي هي اغلب القرارات اللي كنديرو في حياتنا مبنية على قصة وهمية ما متأكدينش انها واش حقيقية، حيت انت ما كتشوفش العالم ولكن كتشوف التفسير ديالك للعالم. انت ما كتشوفش العالم بالحقيقة ديالو، ما كتقدرش تشوفها، ولكن كتشوفها من خلال التفسير اللي تعطاك، المعنى اللي تعطاك لأي حاجة، المعنى اللي تعطاك للنجاح، للحياة، للجنون، للشياطين، لعقلك، لذاتك. كتولي كتشوف التفسير ديال العالم من خلال كيفاش صوروا لك المجتمع والمعتقدات ديالك. كتولي كتشوف التفسير ديالك للعالم ماشي العالم. دماغك ما كينقلش الواقع بشكل مباشر. ركز معايا، عقلك ما كينقلش الواقع بشكل مباشر، هو كيمسح 90% من المعلومات وكيعمر الفراغات وكيربطها بالتجارب ديالك القديمة، وكيصنع لك واحد الهوية وواحد النسخة مختصرة باش يقنعك من خلال المعلومات والمعتقدات ديالك القديمة. وكتولي كتبالك الحقيقة هي معتقداتك القديمة، أفكارك القديمة، حيت النسخة ديالك القديمة كانت مبنية على هادشي، مبنية على ردة الفعل. وهاد النسخة الجديدة اللي فيها التحدي العظيم كتبغي غير كتشوف، غير كتراقب، وخلي حياتك كتريب قدامك، وانت دير غير الايمان ديالك بالله وكلشي غيتقاد لك. وتفكر اهم حاجه هي انك كترضي الله وكترضي نفسك، وهذه هي اهم حاجه اللي غادي تخليك مستمر في هاد الطريق. ولكن باش تهرس هاد الوهم غير كتراقب وكتشوف باش تقدر تهرسو. والايمان بالله كما قلت لكم غير الصبر، كتكون فيها غير الصبر، غير راقب ما تحكمش. كما قلت لك العقل عنده واحد القدرات خارقه، كتولي كتعيش وسط المعلومات ديالك اللي كيشكلوا السجن ديالك، كتولي كتعيش في التوقعات ديالك. ركز معايا، التوقعات ديالك هما الافكار والمعتقدات، كتولي عايش في المعتقدات ديالك والتوقعات ديالك والافكار ديالك اكثر من الواقع بنفسه. الواقع راه شي حاجه هربانه على هادشي اللي كنشوفو فيه حنايا.
كتولي كتعيش في التوقعات ديالك اكثر من الواقع بنفسه. وهادشي علاش كنصحكم الشهوات بعدو منها، حيت كتقتل الوعي، والوعي هو اللي يقدر يخلصك من العقل، من السيطرة ديال العقل، باش تقدر تشوف خارج المألوف. وبالخصوص ديك العادة السرية كتطفي الوعي، ورمضان راه كيلعب واحد الدور كبير في هادشي. حنا ما كنستجبوش لداكشي اللي خاصو يوقع، ولكن كنستجبو لداكشي اللي كنتوقعو، المعتقدات، الافكار قديمة ومبنية من خلال التجارب الماضية. خلاصة راك غادي تحت السيطرة ديال عقلك وما غاديش تحت الحب الالهي، والمسار اللي فيه الجنة باش تكون في توازن بين العقل والوعي. النجاح هو عنده واحد المعنى حقيقي، وهو المعنى الصحيح. واش انت فرحان؟ واش انت مرتاح؟ واش كتفيق الصباح وكتشوف نهارك بواحد الإيجابية؟ واش كتبغي نفسك؟ هاد الحوايج البسيطة في هاد الحياة هادي هي النجاح. السعادة ما عمرها كانت مرتبطة بواحد الأشياء خارجية، هادي غير برمجة باش تبقى ديما كيتجري. يمكن لك توصل لواحد الحياة زوينة بكل بساطة. استمتع بالحياة بداكشي اللي عندك وكون فرحان مع راسك، وشكر الله على النعم اللي عندك، واعطي لنفسك فرصة باش تعرف نفسك. المهم الاخوان اللي بغى يدخل التليجرام، كاين فيه واحد التمر رمزي كنضمن لك يغير لك حياتك ويغير لك النظرة ديالك لهاد الحياة ويخليك تخرج من هاد السجن العقلي بسهولة. اللي وصلت لهنا كنشكر على الوقت ديالو الثمين. ولا كانت شي حاجة ما مفهوماش قول لي نديرو لايف، نديرو ديك الساعة ان شاء الله لايف ونشرحو فيه اكثر. شي حاجة ما فهمت